في هذه الأراضي الزراعية في عملية الحرث لزراعة الأعلاف والشعير التي يتم استخدامها ككلائل للماشية. المنطقة جبلية وتعرف تساقطات ثلجية. تنزرعوا في هذه المنطقة ديال عيلوح كاين سيدي الخرطان والقمح والشعير والذرة وفرينة، لأن تنستعملوها للكتيبة لأن تطيح الثلج والشتاء. نكونوا بجوج دراري أو ثلاثة كنخليو ما بيناتنا المسافة تكمل 2 مترو أو لا متر ونص باش ما تبقاش فجوة ما بيناتنا باش كل شيء يجي منابت. ولتفادي الجرف التربة لعدة عوامل بهذه الضيعات الفلاحية وجب استعمال بعض التقنيات في زراعة البذور. كنزيد ننصح مازال الفلاحه ديالنا باش يستمروا في هذه العمليه ديال البذر على الوجه، ما يغرقوا شيء الخدمه، يخدموا بالادوات اللي كتخدم على وجه الارض، بحيث ان العمق كما قلنا ديال الزريعه ما خصهاش تفوت 3 المرات لاطاي ديالها. بمنطقة أفنورير تعتبر تربية الماشية نشاطا أساسيا يعتمد عليه المزارعون. كنزرعوا الحوايج اللي كتاكل الغنم في الشتاء، حيث يكون البرد والشتاء والثلج ما كتخرجش على برا، وكنعلفوها، وهذاك الشيء اللي كنزرعوا ما كيكونش عندنا الكافي كنشريوه من السوق. 1,000,000 رأس هو عدد الأغنام بإقليم إفران، وتجدر الإشارة أن المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة الحبوب بالإقليم تعد 53,000 هكتار. وجهتنا الآن مدينة طنجة وفعاليات الدورة 9 لمنتدى